شاء الله الارزاق بيد الله. اي حاجه مكتوبه لك غادي توصل لها. كتحاول تصنع محتوى، كتحاول تخلق واحد لومبيونس عندك في القناه ديالك او الصفحه ديالك. دوينا في الفيديو السابق على الهوك او ديك 30 ثانيه اللي كتكون في البدايه ديال الفيديو، كتمثل هذيك هي الدخله ديال الفيديو. فإلى المشاهد ما اثيراش في هذيك 30 ثانيه ما غاديش يكمل الفيديو او موا واحد 50%. مفهوم؟ فالهوك كيعطيك واحد الاتيراسيون للمشاهد. قبل من الهوك كاينه طومبليل. طومبليل هي الصوره المصغره اللي تتكون على الفيديو. الصوره المصغره كتكون تبسيط للعنوان وتبسيط للموضوع ديال الفيديو. مفهوم؟ فكتحاول انك تخدمها مزيان. خدمنا الصوره المصغره، عرفنا الهوك اللي غادي نبداو به او لا مقطع من الفيديو اللي كيكون كيهوكي وكيأثيري المشاهد انه يعرف مازال اشنو كاين في الفيديو. العنوان خاص يكون فيه كلمات مفتاحيه اللي ممكن ان السيو او الروشيرش في يوتيوب او في الفيسبوك او اي بلاتفورم ديال السوشيال ميديا اللي باغي تخدم عليها انت، خاص يكون فيه كلمات مفتاحيه اللي تيطلعوا في الروشيرش. مفهوم؟ وتيكونوا حتى هما على شكل استفهام، سؤال، بحال هاد الاشكال هادو، يعني ما تيشكلش داك العنوان النمطي. مفهوم؟ بالنسبه للمحتوى، واش تستهدف به انت اوروبا والدول الاجنبيه او الخليج الدول المشرق العربي، او لا تستهدف فيه البلاد ديالك؟ فهذا السؤال هذا غادي يفرق في الارباح في المحتوى اللي كيستهدف الدول الاجنبيه، ماشي هو المحتوى اللي كيستهدف دول ناميه. مفهوم؟ يعني خصك تاخذ من عين الاعتبار هاد صناعه المحتوى. علاش سموها صناعه كونتنت كرييشن؟ فانت كتكري واحد الصناعه اللي ممكن ان الشركات ديال الاشهار انه يستثمروا فيكم في المحتوى ديالك وترشحك لا بلاتفورم اللي انت خدام عليها، سواء فيسبوك سواء يوتيوب، باش يتحطوا لك الاشارات ديالك في الفيديو. مفهوم؟ بطبيعه الحال ممكن انك دير تخصيص للاشهارات، ولكن غالبا ما كتحكمش، يعني لا بلاتفورم هي اللي تبدا تحط لك الاشارات في الفيديو ديالك. اجي نلخصوا هاد المسائل هادو ونعرف اشنو ممكن نستافد انا من هاد المعلومات باش نطور من المحتوى ديالي وباش نطور من المستوى ديال القناه ديالي وتمشي بعيد اولا الصفحه ديالي. مني كتكون عندك واحد الدراسه المحتوى اللي باغي تبارطاجي، موا كتمينيميزي واحد 50% ديال سواء النجاح سواء لا ستابيليتي ديال هذاك المحتوى، انه يبقى يتلونسا لناس اخرين وتبقى لا بلاتفورم تقترح المحتوى ديالك على ناس اخرين. مفهوم؟ يعني انت كتحاول ما امكن انك توصل لاكبر عدد من الجماهير بهذاك المحتوى ديالك. فانت ولا بلاتفورم جوج شركاء في هذه الصفقه هذه، ولكن انت 80%، لان المحتوى ديالك قد ما كان كيتوشي واحد لودونس، قد ما كان مخصص، قد ما كان مخدوم مزيان، قد ما كان تيهوكي الناس اللي تيبحثوا على هذاك المحتوى ديالك، قد ما كيسهل على البلاتفورم انها تخدم بالمحتوى ديالك. مفهوم؟ دوينا على الهوك، دوينا على الصوره المصغره طومبليل، دوينا على العنوان يكون استفهام، يكون تساؤل، يكون عطيره، دوينا على الموضوع خاص يكون بلان انفورماسيون، يعني فيه معلومات، فيه فائده، فيه كذا، ماشي التفاهه. حنا ما كنشجعوش المحتوى التافه، بالعكس اي حاجه اللي فيها تنميه بشريه، اي حاجه اللي فيها قيمه مضافه، اي حاجه اللي فيها اكسبيريونس، اي حاجه اللي فيها تعليم، اي حاجه اللي فيها تكنولوجي ولا امور تقنيه، هذا هو المحتوى اللي تندوي عليه. هادو هما الناس اللي تنفيزي وتنخاطبوا دابا حاليا. ما تنخاطبوش العقليات التافهه بتاتا، لاننا حنا كنبنيو مجتمع
هذيك لودونس اللي غادي تتبعك كنبغوها تستافد، ما كنبغوش حنا نساهموا في تدهور البلاد ديالنا. مفهوم؟ خليك متبعني، وان شاء الله غنتقاسموا مع بعضياتنا هاد الامور هادي. كيف ما حنا بادين نتوما كنبغوكم تكونوا بادين على امور اللي هي متعارف عليها. فصناعه المحتوى دابا ما بقاتش حكر على جهه معينه، فقط تبحث وتقلب وتنمي من المعارف ديالك، لان هذه مدرسه اكاديمي ديال التعلم، ماشي وليده اللحظه، ماشي باب ليله وضحاها غادي تنزل عليك العلم وغادي دير محتوى وغادي دير كذا. خاصك تتعلم شي حوايج اللي هما بازيك، ومن بعد تزيد تطورهم. لان الكلمه المشهوره والمقوله المشهوره في العالم هي كوبي بيست اند انوفيت. ضروري قلد الناس اللي ناجحين، من بعد بدا تبدع. ملي تنجح توقف على رجليك شويه، بدا تبدع وبدا تبتكر. هذيك الساعه غتكون عندك واحد الخزينه ديال الاكسبيريونس وديال التجارب اللي ممكن انها تسمح لك انها تزيد تبدع. مفهوم؟ نتمنى ان يكون هذا الموضوع لقى الاعجاب ديالكم، وانه وضح لكم بعض المسائل. ضروري تختار عنوان مناسب للقناه ديالك، لان كاين واحد المساله اللي سميتها البراندينغ. فانت ملي تختار العنوان ما تفكرش غير في هذيك اللحظه اللي انت بادي فيها، فكر في ما بعد النجاح، ما بعد الاستمراريه ان شاء الله. مفهوم؟ النجاح كيجي مع الاستمراريه ومع الابداع. ما تخافش من النجاح، ماشي مشكل، لان لاحظنا قنوات اللي هما بساط ونجحوا، فلماذا لا انت ولا انت اختي؟ مفهوم؟ ما تيأسش. البراندينغ هو العلامه التجاريه. فالقناه ديالك الا عرفتي كيفاش تختار لها العنوان ديالها، والبروفيل ديالها يكون مقاد وموازن مع الكوفر او لا البانر ديال القناه، المحتوى ديالك مخدوم بالصوره المصغره والعناوين اللي هما اثيروا. مفهوم؟ طبقتي هذه المسائل هادو واستمريتي ان شاء الله، علاش لا يجوك دي كولابوراسيون، يجوك اشهارات، يجوك بزاف ديال الحوايج اللي ممكن انك تربح منهم. فالكونتنت كرييشن ماشي هو غير لوح فيديوهات وربح، بالعكس كاين الاشهارات، كاين الادسنس، كاين دي كولابوراسيون اللي ممكن ديروا مع براندات كبار او لا منتجات او لا اي شركه بغات تشهر المنتوجات ديالها. ممكن ان يجوك عروض اللي ما كنتيش تحلم بهم. مفهوم؟ علاش سموها صناعه المحتوى؟ اون بليس كو سا كوا ميم تقدر تبيع سيرفيس ديالك، سوا دي سيرفيس ديجيتال، سوا دير اي كوميرس، سوا كتب او لا دورات. واخا ان الدورات عندهم واحد السمعه اللي هي خايبه في المجال، لان بعض الناس، انا ماشي ضد الدورات ولكن انا ضد الاستغلال. مفهوم؟ ضد ان واحد الانسان يستغل الاودينس ديالو كما تنقولوا يسمسر فيهم بالعربيه والتعربيط. حنا ضد هذا الشيء، بالعكس خاص الانسان يكون واضح صريح مع الاودينس ديالو. الناس اللي متبعينو راه دايرين فيه كونفيونس، يعني دخلوه لقلوبهم ولدماغاتهم ودخلوه لبيوتهم، ولا تيتفرجوا فيه ولا تيتبعوه تيدعموه. ما خاصش تكون استغلال. فهمت؟ كنشوفكم الدوره. هاد الامور هذه غادي نفصلوا فيها، لان هاد القناه ان شاء الله هي قناه تواصل ما بيننا وبين المتابعين ديالنا الكرام. كنشكركم على التعليق ديالكم، كنشكركم على الدعم ديالكم. نتمنى لكم التوفيق في الحياه ديالكم، اللي كنعرفوا واللي ما كنعرفوش. استمروا. بالنسبه للاخوه اللي تشجعوا داروا قنوات ديالهم، داروا صفحات ديالهم، كنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. حاولوا تاخذوا هذه الوقيته بعين الاعتبار. انا حاولت نعطيكم شويه من داك الشيء اللي تنشوف في صناعه المحتوى. يعني انا بحكم التجربه ديالي البسيطه، ماشي نقولوا انا اكسبير ولا كذا، ولكن دائما كنقول واحد الكلمه للناس اللي كيعرفوني، انه ماشي بالشرط حتى تكون سيليبات
الشهره ديالك فايته الحدود. فهم؟ المهم انك تقاسم داكشي اللي تضعف، سواء كنتي بادي سواء كنتي قديم في الدوم. العبره في البارطاج ماشي في التكتم. ماشي انا حتى ننجح نجي نقول لك هاني نجحت، لا، بارطاجي معاك النجاح خطوه خطوه، وان شاء الله الارزاق بيد الله. اي حاجه مكتوبه لك غادي توصل لها. تحياتي لكم، نشوفكم في الفيديو الجاي.